منذ إنشائه عام 1920 كان ولا زال مثالا للتواصل والترابط، حيث إنه جمع أبناء صوبي الحلة القديمة المهدية وجبران والتعيس والطاق من الصوب الكبير، والوردية والقلج وقريطعة من الصوب الصغير. إنه الجسر الوحيد آنذاك جسر الحلة العتيق. جسر الحلة القديم هو الرابط الذي تربط الجانب الكبير بالجانب الصغير. نعم. أسس هذا الجسر عام 1920 في زمن البريطانيون، وحاليا وسابقا كانت وسائل النقل تمر عليه من سيارات وعربات وانواع هذا. بعدين تطورت مدينه محافظه بابل فبنت جمله جسور، جسر الجندول والجسر الهنود والجسر الوسطاني هذا الصعود الجسر الطقطق. وأنت تقترب من الجسر ترى لوحة جميلة يكملها باعة الخضروات والأسماك المنتشرين على مدخلي الجسر، وهم يكسبون رزقهم مجاورينه منذ أعوام عديدة. يعني ولد منطقتنا احنا كلش قدماء هنا، إن تقريبا من الناس اللي تقريبا بال 25 20 سنة بيعيم هذا الجسر. حتى احنا يعني كلش نحب هذا المكان لأن عيشتنا احنا هنا ومكسب رزقنا هنا على هذا الجسر. ضحكات الأطفال أعادت به الزمن إلى سنوات مضت كان يسمع بها ضحكات آبائهم، إذ إنه كان شاهدا على أجيال بابلية عديدة. هذا الجسر بالنسبة يمثل تراث محافظة بابل، هذا تراث قديم لنا، وهذا يمكن أول جسر كان بمحافظة بابل الناس تتمشى عليه تعبر للسوق. جسر راقي وحلو ويخليني بصراحة يرجعني لورا كل شيء، ذكريات حلوة بيه، أمورات حلوة بيه، الناس تشعر بصراحة بالأمان أكثر شيء بهذا الجسر. سنوات عمره التي تجاوزت 100 لم تجعله يكل أو يمل من مد يد التواصل بين الأهل والأحباب. من مدينة الحلة، عيسى العطواني، الفراتين.